وهو الحب ما بين التغيير بالعنف يعني صارت بعيركم ها اسمه يا عبد الله بعيركم. طيب اصبر خلينا بنتوقف الفاصل بعدين. الناس يعني يتهمون مثلا طاش انه فيه بعض المشاهد في بعض تكرار الاماكن، ضعف الانتاج. وش مشاكلكم في الانتاج انت في رايك؟ ناتجة عن مشاكلكم في الانتاج ذي ولا وش؟ هذا صحيح. تفضل. صورنا عند بيت الاستاذ ابو ركان وجنب بيته وطلعنا واحد مثل ابو زنيفر اللي طلع وطردنا. صورنا في موقع ثاني وطردنا وثالث وطردنا. أنت عندك إذن، يصير عندك إذن أصلا؟ معنا إذن وزارة الإعلام. اي معي إذن وزارة الإعلام والداخلية. جينا لقينا يا بيته يا بيتي أنا وأبوي الله يغفر له. لا تصور. هذا تقدر تصور فيه؟ بس. قصدك المشاكل حارتنا يعني. تجي في الشارع، مشاكل تجيك في الشارع ولا في منازل أخرى؟ لحتى لو تصور داخل منزل. لا يعني لا 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 داخل منزل ما حد يجي. طيب ناصر، لماذا تتكرر الأماكن داخل البيوت نفسها تتكرر؟ هذا اللي أنا قلته. لا، في داخل البيوت يعني حتى في وين نقد نروح؟ حتى في نقد لشكل البيوت كأن السعوديين كلهم يعيشون هذا النمط من الفرش وهذا النمط من الأثاث. على أي بيئة أنت تتكلم؟ من أي بيئة أو من أي طبقة؟ ما يمبين، ما مبين. المسلسل ما يعتني بالأشياء ذي ولا لا؟ لا شوف اليوم يعني نسمع انه في لوكيشنات مكررة ويقولون انه في انتاج فقير. اي وهذا صحيح. لكن في عندنا جزئية مثل ما قال عبد الله، عندنا الحقيقة احنا عندنا مشكلة كبيرة. يعني مشكلتنا اليوم ما في مناخ. يعني انت لو تجي وتشوف، طبعا هذا لا مش تبرير للظرف اللي عندنا، لكن انا قاعد اقول لك، احطك في الصورة واقول لك اي مناخ عجيب اللي تعيشه الدراما المحلية السعودية، وكيف تطالبونا اليوم انه حنا نجيب لكم راس الغيص وحنا هذه الامكانيات. لا على مستوى العنصر النسائي قاعدين توزوز كانك انت جايب مخدرات وقاعد لا يطلع جاب فلان وجاب عندها ابو ركان، عندها ابو ركان كانك جايب مخدرات. اثنين انت جايب ممثلة ما تقدر تدخلها منه طلعها من. حتى على مستوى الشارع، انت كاميرتك في الشارع مثلا لما تيجي تطرح الكاميرا في الشارع، صحيح وجود تأثير الكاميرا في الشارع يعني بالنسبة للناس كلها أنها ملفتة للنظر، صحيح. لكن عندنا يعني بسم الله ما شاء الله طبعا، والسلوك العجيب اللي احنا فيه في الشارع احنا يمارس علينا يعني شيء مؤذي، انك انت ما يمكن توصل لك تحط الكاميرا عندك الا نجيبها في اماكن نعرف تماما انه الحركة تقريبا زيرو في هذه المنطقة عشان ننزل كاميرتنا ونقول يلا يلا قلبة قلبة قلبة. طيب هذا وين كان يا ناصر في الحلقات اللي أول اللي كان كل الدعم موجود عندكم؟ كلش مفتوح. اصبر لحظة أبو تركي. لا معليش، لأنه أنت الآن تتكلم عن طاش 18 صح؟ اي نعم. طيب وين طاش يوم كان معكم عبد الخالق والكرينات وهالدنيا والطائرات تطلع بكم تنزل بكم؟ نعم كان عندنا دعم. وين راح الدعم ذا؟ ما عاد الآن اليوم. طيب ليش ما تتكلم عن النقطة ذي؟ ليش تتكلم عن الناس ودخلهم في الموضوع؟ قل يا أخي ما عندي إمكانيات، قاعد يضيقون علينا بالمؤسسات الرسمية. لا تحط الناس وسلوكيات الناس. احنا أيضا مصرحين بالكلام هذا على مستوى حتى يعني المؤسسات ما قاعدة تدعمكم. وليه طيب ليش السبب؟ مو عمل سعودي قاعد يعبر عن لا اليوم صار طاش 18 سكروا عليه يرعب. سكر صلاة. هذا وش جايبه عندنا؟ فكونا خلوه ينقلع لا يقرب. حتى المؤسسات اللي كانت تدعمكم. نعم. لماذا تغير الموقف؟ أنا يبدو لي الصورة صارت لأنه صار لأنك كنت أول تطلع من التلفزيون السعودي وطلعت منه تغير الموقف؟ لا أجل الام بي سي جزء من الإعلام السعودي. طيب أجل وش المشكلة؟ أنا يبدو لي يمكن هذا يعني إنه إحنا صار عندنا مثلا فهمهم لنا في الطرح، إنه هذا صار عندنا طرح مختلف ما يتماشى معهم. ما كان هو يا ابو ركان هو يعني نفس أنا مثلا هو نفس الطرح صادق عبد الله، بل أشد أحيانا، مش أشد كان بعض المرات أشد كان. شو التفسير هذا؟ شو التفسير؟ طيب ايش رايك أشد؟ خليني بقول شغله. الحلقة الأولى اللي كانت بين الليبرالي المتطرف والصحوي المتطرف، لما جينا نبني
بنشوف اللي كان لاعب عبد الله اللي هو كيف مداخل الدولة اللي أنا أحلم كيف إنه هذا لما يجي يستلم البلد وين بيروح البلد. كل الجهات اللي قعدنا نقول لهم تعالوا السجن تعالوا نبي ناخذ السجن، ما حد اعطانا سجن اللي هو غرفة يا جماعة، غرفة. يعني كل هذه الأشياء إذا جيت أنت في الدعم اللوجستي شفتها أنت قاعد يضيق عليك وين نروح؟ ولذلك أنا كنت متحفظ حتى أنه لما جينا نشوف أنها هي الحلقة الأولى، لأن كان إنتاجها فقير. لأن وين أروح؟ طيب ما عندي أنا سجن، وين أروح؟ ما عندي واجهة البلد اللي هو يعتبر منفذ البلد. كنت أبغى أصوره أنا في مكان يعني جهة رسمية. ما تيجي أنت يقول لك في لحى وما لحى وتبي تيجي تقعد تقصر وين رايح بي أنت؟ ففي تحفظات ما تقدر تقولها. هذا لا يعني انه ما عندنا احنا قصور، نعم عندنا قصور وقاعدين نبي نشوف لكن ايضا لا عندك قصور. طيب يا عبد الله حاولت ورحت للجهات، ما هي مش المبررات اللي يقولونها لك بالمنع؟ ليه مكتوبه طيب يا اخي؟ وش يقولوا لك اذا طلبت من السجون وقالوا لك لا ما في؟ يعني احنا قدمنا انتاج محلي. الحلقه انتاج محلي اللي تكلم عنها ابو تركي تحكي عن مضايقات من الناس، ما هو من المؤسسات الرسميه. لا والدفاع المدني كله ابو زنيفر طالع وخر كتبتوا للدفاع المدني ما رد عليكم، وزارة الداخلية ما ردت علينا، اخرتها في الدفاع في الحلقة. إيه بس هو صادق سعد، يعني انتم لما جيتوا توجهون النقد وجهتوه للناس، سلوك الناس في الشارع. لا وجهنا حتى اي بس ما كانت واضحة يا ناصر. ليش لما تروح انت للداخلية في وزارة شو اسمه في الدفاع المدني وفي غيره وفي المرور هذا كله ايضا جاء. هذا يطرح سؤال عندي يا ناصر، هل تتصور ان المؤسسات التي ينتقدها طاش ما طاش او تنتقدها اعمال طاش ما طاش اخذت موقف منك؟ يعني هل وزارة الإعلام ماخذة موقف منك؟ الداخلية ماخذة موقف منك؟ وزارة التجارة ماخذة موقف منك؟ الدفاع المدني ماخذ موقف منك عشان الحلقات اللي انتقدتوا فيها، بالتالي ما الخطوط السعودية ما تدعم تنتقدها. يعني في فمي ماء يا أخي، احنا قاعدين نتكلم ببرنامج يعني المفروض أن نواجه، يعني المفروض نقول مشاكلنا أمام الملأ. ليش فمك ماء؟ ليش ما تقول؟ قول يا أخي، قول لي أنت لما تطلب من الجهة تروح للأعلى، يعني أنت تروح لمدير السجن، رحت لمدير السجن، رحت لمدير الامن العام، طيب ترفق مدير الامن العام يطلب النص، ولما يروح للنص يقولون السلام عليكم، ما يقبل في امان الله. علما نروح احنا واضحين على فكره مع الناس كلها لما تعلمه وش التفاصيل. ما في شيء اسمه والله لا نقول كذا ونصور كذا، لا في وضوح شديد. تعطيه النص لازم طبعا. طيب ناصر أسألك سؤال، في 17 كنتم تلبسون الشرطه لبس وما زلنا. لا الحلقة هذه حلقة بعير كونغ كنتم لابسين نفسهم رجال شعار الدولة عليهم الملابس. حتى كان في حوار أنا استغربت إنه كيف يعني لما تقولوا له ما عندنا إلا طيارتين، يعني تتكلم ما عندنا إلا طيارتين، وكانك تتكلم عن سيارات ليموزين فيها كثير من النقد والصراحة وملبسينهم لبس الدولة الرسمي. يعني كأنه أنا حسيت 3 طائرات تبي تطلع. لا أنا كأنه حسيت أبو تركي ولا قطع الوارد، كأنه حسيت إنه في دعم من الداخلية لكم في هذا الجزء، وما كان في دعم في 16-17 لأنكم لبستوا رجال الدولة، لبستوهم لباس يعني. أستاذي رجال الدولة ملبسين من 18/6. صح مزبوط، من 18/6 بأمر من وزارة الداخلية انهم يلبسون نفس اللباس. طيب. احنا اللي مفصلينها. طيب بس الآن ما حد يتعاون معنا. الحلقة اللي كان فيها الصقر اللي كنتوا ذبحتوا الصقر هذه وكان فيها يوسف الجراح وانتم هذه ملابس موزينها. أنا فهمتك. طيب خلينا نطلع من هذا الموضوع. الموضوع الآخر اللي الآن أنتم 18 سنة الآن اليوم الرصد بين أنه طاش هو الأول على جميع الأعمال اللي عرضت في رمضان. هذا العمل اللي نجح على مدى 18 سنة وتعلقوا فيها الناس وأصبح جزء من رمضان في كل عام في المملكة، ووصل حتى إلى المستوى العربي وصاروا يرونه كل الناس. هل عندكم نية إلى أنكم تخرجون منه؟ لأنه أنتم اليوم حتى الدراما السعودية كلها الكوميديا صارت تقلدكم. عندكم خطة للخروج من هذا الشكل لتطويره؟ عبد الله؟ أنا بالنسبة لي أنا أحس إنه ما طاش جزء من تاريخي من عمري. مهما سويت ما في إلا طاش. يعني احنا اختلفت انا وبركان في طاش هذا، وما بدأنا نكتب إلا بعد ذو الحجة.
وسبحان الله طلعنا بأفضل طاش. أنا في نظري. فأنا طاش أظن موضوع ناصر يختلف معي بسلامته. طيب ايش رايك انت يا ناصر؟ انا اشوف انه طاش لازم يقف. يتوقف. لازم. السلام عليك. لازم يتوقف، لانه انا طبعا كان عندي من اول انه كان لازم يتوقف، لانه عندك انت الحمد لله انه ما زلت تعتقد انه عندك شيء، ما بعد افلست، ما بعد قلت انا ما عاد عندي شيء. واليوم ليش لازم يقف؟ لازم يقف لامور كثيره، اهمها انه صار انا اشبه الحقيقه اليوم مهما تقدم في الجزء القادم. شفت المعدل التراكمي؟ انت الان لو تجي في اخر السنه دراسيه وانت معدلك مقبول وتجيبه فيه كله اي يظل مقبول، يظل في الاخير مقبول. هذا مرهق. انا ما اقدر اسوي اليوم اي على كل الحلقات القادمه وفي الاخير الانطباع العام حيكون مقبول، لانه إرث طويل عندك أنت 19 سنة شايل على ظهرك والمشاهد ما راح يشوف. هذا واحد. هذا عفوا شلون ما يشوف؟ اللي قاعد يشوفونها الحين اللي بيسوي بس برضه في الاول لا تقول عن بكره، في الاول تقول انه انا تعبت مليت. لا ما في تعبت. لو تعبت اوقف عن كل شيء. لا تحكي على المشاهد. يقول لي ناصر انه إرث والمشاهد احتمال ما يشوف. هذا مو كلام صحيح. انت تتكلم عن نفسك، قل انا تعبت، انا قصرت، انا كذا ما اقدر، انا الشخصيات عندي ضعفت. ما تحكي عن المشاهد. انت ناصر مليت عن المشاهد. كيف ما احكي؟ انت مليت ناصر، انت مليت من الكاركترات اللي انت تسويها. هذا جزء منها. مليت اولا مش مليت، لازم تطلع. يعني لا يعني وين تروح؟ مش معقول. وين تبي تروح لي يعني؟ وش بتسوي؟ لا مش معقول. شنو وين تروح يعني؟ انا اسولف انا وياك يا ابو ركان. وين بتروح؟ عندك اعمال الدنيا كيف؟ شلون اعمال الدنيا؟ وش هي؟ على كل حال الفكره شلون انت اذا ظليت على كذا. يعني انا الان اقول لك الفكره كانت انه لما نطلع من عيال قريه كنا نقول عيال القريه حننضرب، ما راح ننجح، لانه فيه ارث. الناس بيشوفونك عين 16 طاش وعين عيال قريه. 16 تبي تغلب، صح، فتبي تنكسر حتى لو كنت كويس. العمل اللي بعده الثالث ممكن يبدون ينسون خلاص تمسك الطريق. الانتقال والتحول اليوم من عبء طاش الى احنا نبي نقضب طريق في صعوبات. الانتقال ما راح يكون بالسهل وفي ثمن. تبي تنكسر، تبي تطيح، هذا وضع طبيعي يعني. طيب ناصر، انت الان عيال قريه جاء بعد 15 وقبل 16 وبينهم مسافة زمنية قدرها سنة. معقول أنت تبي تغير نمط طاش مطاش وتقدم للناس عمل بسنة واحدة؟ يعني ليش ما وقفت أكثر من سنة، سنتين، ثلاثة، حتى تقدم عمل كلام صحيح فيه كل المواصفات اللي تنسي الناس طاش مطاش. عيال قرية فشل. أنا هذا اللي قاعد أقول لك. لا يعني أنا قاعد يبغى لك نقلة. هو فشل مقارنة بطاش، بس لو أخذته لوحده لو أخذته لوحده ممكن نناقش الحالة، لكن بالنسبة لطاش لم ينجح، وبالتالي أنت قعدت طاش مرة ثانية. لكن لو أنت قعدت ما طلعت عيال قرية إلا بعد 4 يعني قصد عيال قرية جاء لعمل مهم اللي هو طاش، لازم إذا عشان تغير تجيب شيء مرة مرتفع طبعا. لأن طاش مو بسهل تتجاوزه، زي ما قلت معدل التراكم يعني مو بسهل تجيب أي عمل يتجاوزه، لازم يصير عمل مرة عالي ومتقن. بس احنا بنصل الى كلمه غلط فيها الاستاذ سعد انه فشل. يعني قضيه ما فشل. لا وين؟ عند مسحل. لا. طيب الآن